من 25 دقيقة ل 30 دقيقة على الرف الوسطاني بالشكل ده. وفي اخر 5 دقايق هشغل لها طبعا الشواية، وبعد ما اشغل لها الشواية هتاخد لون بسم الله ما شاء الله تحفة وفي منتهى الجمال. عايزة اقول لكم بجد قد ايه الكيكة دي طرية جدا 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 وقوامها بجد خطير. وبعد كده بقى هنسقي الكيكة بالسيرب زي ما انتم شايفين كده، ولازم يكون بارد طبعا. شايفين قد ايه الكيكة بتاعتنا ناجحة جدا جدا، لانها طبعا شربت السيرب كله. طبعا لو ما كانتش ناجحة ما كانتش هتشرب السيرب بالشكل القمر اللي انتم شايفينه ده. شايفين بسم الله ما شاء الله، ودي اهم خطوة من نجاح الرواني بتاعتنا، ان هي تشرب الشربات بالشكل القمر اللي انتم شايفينه ده. بعد كده بقى نبتدي نقطعها كده بالشكل الحلو ده زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. وهزينها بشويه من جوز الهند. وطبعا اللي بيميز كيكه الرواني عن بقيه الكيكات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده رشه جوز الهند والسيرب طبعا اللي احنا عاملينه مع بعض. عايزه اقول لكم بجد قد ايه الكيكه دي خفيفه جدا وطعمها بجد في